السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما إن الصيف بدأ وموسم البرد انتهى، فده معناه إن في ضيوف كتير جدا من مملكة الحيوان هيرجعوا للظهور مرة تانية. أهمهم هو الزواحف، وعلى رأسهم طبعا أخطر القتلة اللي بيتسببوا كل سنة في قتل عشرات من البشر، وهم التعابين بالتأكيد. عشان كده حبينا نعمل حملة توعية صغيرة النهاردة على قدنا كده بأخطر التعابين اللي موجودة في مصر وأخطر التعابين اللي بتعيش في العالم. عشان لو لا قدر الله يعني حبيت انك انت تروح تصيف وشفت هناك واحد من التعابين دي، تبقى عارف مين فيهم السام ومين فيهم المعتدل ومين فيهم العادي. وفي آخر الحلقة هقول لكم على قناتين جمال جدا وأنا شخصيا بتابعهم، هيفيدوكم جدا في مجال معرفة المعلومات حول الأفاعي. وقبل ما نبدأ، تعالى بينا نقول مخطط الغرفة بتاعتنا النهاردة. غرفة الأفاعي عندنا مكونة من منطقتين أساسيتين. أولا أخطر أنواع الأفاعي في مصر، ودول 7 أنواع هم اللي سمين بيعيشوا في مصر من أصل 36 نوع بيعيش جوه البلد عندنا، والباقي بين معتدل السمية وبين غير سام. وثانيا هنقول أخطر أنواع الأفاعي في العالم، ودي فيها 10 أنواع تانية. النهاردة بقى مش هنطول كتير في المقدمة، تعالى بينا نبدأ بأول مفتاح أساسي معانا النهاردة، وهو أخطر التعابين في مصر. أولا طبعا بلا منازع الأخطر بين التعابين المصرية هو الكبرى المصرية. وقد يخطر في أذهان البعض اللي يعرفوا شوية عن الكبرى هيقولوا إنها مش الأخطر في مصر، وإحنا هنا بنقيس مقدار خطورة التعبان بمقدار السم اللي بيقدر يطلعه. الكبرى المصرية هي الأكثر بين التعابين قدرة على إنتاج السموم تقريبا، لأنه قادر على إنه ينتج سنتي كامل من السم كل نص ساعة. ومعلومة صغيرة يعني جانبية كده، التعابين في الطبيعي بتجيب مليمترات بسيطة جدا كل ساعة، بل إن في أنواع متعالجة بالجينات بتقدر إن هي تنتج سم يصل ل4 سنتي وكل 10 دقايق كمان. ولكن ده مش طبيعي، دول واخدين حاجات أشبه بهرمونات علشان يعملوا كده. وأهم حاجة شهرت الكبرى المصرية دي هي تقديس قدماء المصريين ليها، لأن في الثقافة الفرعونية القديمة الكبرى دي أنقذت الإله حورس إله الشمس. وطبعا القصة الأشهر بينهم هي إن الملكة كليوباترا استخدمتها كوسيلة للانتحار بعد وفاة حبيبها مارك أنطونيو. وبيصل طول الأفعى دي ل3 متر كاملين، ولذلك تعتبر من أطول الأفاعي السامة في العالم، ومشهورة جدا بوقفتها المشهورة واللي بتستخدمها في التحذير ضد أي حد يحاول يهاجمها، لأنها بعكس باقي التعابين فهي أفعى نبيلة جدا عمرها ما تهاجم أي حد من ظهره ما عدا كبرى البخاخ واللي هنقول عليها في الفقرة الجاية. من بين كل أنواع الكبر المصرية اللي موجودة عندنا هنا في مصر، تعتبر كبرى البخاخ أو الكبرى النوبية من أشرس أنواع وأخطر أنواع الكبرات، لأن هي الكبرى الوحيدة اللي مش بتسمي على فريستها، والكبرى الوحيدة برضو اللي بتهاجم فريستها على غفلة، عكس طباع باقي كل أنواع الأفاعي وتحديدا أفاعي الكبرى، واللي مش بتهاجم غير وش الوش فقط، ولو سبتها ومشيت مش هتكلمك. دي بقى لو سبتها ومشيت حتى هتجري وراك وتعضك حتى لو مش هتاكلك. وخطورة الأفعى دي تكمن في إنها عندها القدرة على إنها تبثق السم في أوجه الفرائس، خاصة لما يكون الفريسة دي أكبر منها، بتبقى حاجة أشبه بحنفية بتنزل خط مية رفيع جدا. والناس كتير بتفكر إن الكبرى دي موجودة في النوبة بس، لكن هي موجودة في قلب الصحراء عندنا في مصر بره النوبة خالص. فلو شفتها احذر إنك تقربها تماما، لأن دي مفيش هزار معاها. في قلب الصحاري عندنا في مصر لو في يوم رحت سفاري مع اصحابك، خلي بالك كويس قوي من الرملة اللي انت ماشي عليها، عشان ممكن تكون تعبان الافعى المقرنة او الطريشة زي ما بنسميها. وهي تعبان صغير الى حد ما، طولها لا يتعدى ال 85 سنتي كأكبر نوع من انواع الطريشة تم تسجيلها، ولكن في الطبيعي طولها بيكون من 30 ل 60 سنتي بالكتير. وهي أفعى سامة جدا، وسمها يمكن مش كبير ولكن سرعته في القتل عالية جدا. ومقارنة بباقي السموم من نفس النوعية دي، السم ده يعتبر الأسرع من نوعه ما بين كل أنواع التعابين اللي شبهها. بتتميز طبعا بالقرون اللي على دماغها وعينيها البارزة ولونها اللي بيكون نسخة من لون الرمل. ولكن الحمد لله يعني دي مش بتحب تهاجم الإنسان قوي، بس لو حست إن في خطر عليها هتهاجم بكل تأكيد. وأكتر منطقة مشهورة فيها هي محافظة الوادي الجديد. تعتبر الكبرى السوداء أو الصل الأسود أحد أخطر أنواع الكبرات، والناس بتعتقد إنها مش مصرية ولذلك بيسموها بالكبرى الإنجليزي، ولكن هي مش كبرى إنجليزي ولا حاجة. هي بتيجي بلونها الأسود ده لأنها بتيجي من الجنوب، وأحيانا بتيجي من مرسى مطروح كمان.
فبالتالي الناس مش بتبقى مقتنعة انها مصرية. وخلي بالك قوي منها لان في تعابين كتير جدا شبهها وخطر برضه، ولكن دي خطورتها تكمن في ان سمها هو واحد من اشرس انواع السموم العصبية اللي بتشتغل على شل حركة الجهاز العصبي المركزي. ونطاق تواجدها في عالمنا العربي هو مصر ولبنان وليبيا وسوريا والاردن وفلسطين والسعودية. وهنذكر كمان شوية انواع تعابين بتعيش في نفس الاماكن وشبهها برضه. على غرار لون سابقتها، الأسود الخبيث يعتبر هو التعبان الوحيد في العالم اللي ممنوع إنك تلمسه بإيدك، وده لأنه قادر إنه يعض وبقه مقفول، لأنه بيقدر يخرج حاجة زي ناب صغير من أي منطقة في جسمه هو عايزها. زائد إن سم التعبان ده مش موجود زيه في أي تعبان تاني في العالم، وده لأن السم ده هو السم الوحيد في العالم اللي بيشل عضلة القلب وبيشل الجهاز العصبي المركزي. وده بيكون سم خطر جدا جدا جدا، لدرجة إن 6 من 10 ملي منه لو اتحقنوا في وريد شخص بالغ هيموت في أقل من ساعة. وده موجود عندنا في سيناء والمملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين وشمال المملكة العربية السعودية. عندنا في قلب الصحاري المصرية أفعى خطر جدا اسمها الحية المنشارية، وده بسبب لونها اللي أشبه بمنشار الخشب. ودي واحدة من أسرع الحيات في العالم من حيث السم ومن حيث الحركة، لأن سمها قادر إنه يقتل إنسان في أقل من ربع ساعة لو اتحقن بكمية وافية عكس اللي فاتت. ومنتشرة تقريبا في كل دول بلاد الشام اللي هم سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق، وحتى كمان موجودة في مصر. في آخر قائمتنا الخاصة بمصر توجد الحية الغريبة، ودي حية شرسة جدا 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 وعندها شجاعة رهيبة، ولكن الحمد لله إنها من النوع الجبان جدا في الظروف البيئية. يعني حساسة جدا للبرد وحساسة جدا للحر لو زادوا عن الحد الطبيعي، ونشاطها بيقل جدا في وجود الحر الشديد. وتعالى بينا بقى ننتقل على المفتاح الرئيسي التاني معانا النهاردة، وهو أخطر التعابين في العالم. زي ما ذكرنا إن الكبرى المصرية من أخطر التعابين في مصر، هي برضو تعتبر من أخطر التعابين في العالم، وده بسبب إن عندها القدرة على التغذية على التعابين التانية مش بس على البشر. ودي كانت معلومة جانبية حابين نذكرها في إن الكبرى المصرية كمان من ضمن أخطر التعابين في العالم. في قلب استراليا موجود أفعى اسمها أفعى الموت، ودي خطورتها تكمن في إنها مش بتصطاد، هي بتعمل كمين للفريسة وتستناها تجيلها لحد عندها. وخطورة السم بتاعها في إنه بيسبب الشلل للفريسة، عشان لو حتى جريت منها ما تعرفش تهرب وهي تروح لها وتقزقز فيها براحتها بقى. في نفس المكان في استراليا موجود عندنا تعبان اسمه البني الشرقي، وده من أكتر التعابين احتكاكا بالبشر بسبب سرعته ورشاقته العالية جدا ونشاطه اللي مش بيكون غير بالنهار. يعني ده بيحب قوي انه يصطاد بالنهار، زائد انه موجود على الساحل الشرقي في استراليا واللي يعتبر موضع للسياح كتير جدا. وخلي بالك انه تاني اخطر سم في العالم بالرغم من كميته القليلة بسبب قصر انيابها. تعتبر الكبرى دي من أخطر أنواع الكبرات على مستوى العالم، أخطر من كل الأنواع اللي ذكرناها من شوية، وبيلقبوها بكبرى آسيا الوسطى. وطبعا باين من اسمها هي موجودة فين. وخطورتها مش في إنها سريعة ولا إنها شرسة، خطورتها إنها عنيفة جدا في التعامل، وسمها بيهاجم الخلايا الجسدية والخلايا العصبية كمان. ده غير إن 75% من اللي بيتعضوا منها بيموتوا حتى لو أخدوا لقاح للسم ده. من أخطر أنواع التعابين اللي تم أسرها هي الأصلة الشبكية، لأن حجمها ضخم جدا ووزنها بيوصل لربع طن كأضخم واحدة تم رصدها، زائد إن طولها قد يصل ل7 متر كاملين. وبالرغم من إنها مش سامة، إلا إن خطورتها في قوة جسمها واللي مليان بالعضلات اللي قادرة على إن هي تهرس الفريسة تحت ايديها بشكل اشبه بفن تكسير العظام او الايكيدو. ضيف على كده انها بتقدر تهضم عظام الفريسة، وده لان الافاعي عموما نظام غذائها قائم على ان هي تبلع الفريسة وتمتص السوائل اللي فيها وبعدين تقذفها مرة اخرى خارج جسمها. دي بقى بتهضم الفريسة بعظمها بحالها وبعد كده تخرجها على هيئة فضلات. في القطاع الجنوبي من استراليا موجود أفعى تسمى بأفعى النمر، واتسمت بالاسم ده لأن بالرغم من إن في أنواع كتير منها وألوان متفاوتة، إلا إن كلهم بيبقى شكلهم مقلم زي النمور بالظبط. وبالرغم من إن سمها هجين بين أنواع سموم كتير،
إلا إن احتمال الوفاة بالسم ده 60% فقط، يعني لو واحد مناعته عالية ممكن ما يموتش لو اتعض. النوع ده ليه 3 أسامي: القرطاط الهندي والشعبي والشائع. وبالرغم من شكله الجميل إلا إنه من أكتر 4 أفاعي في العالم بتهاجم البشر، وده لأنها موجودة في جنوب آسيا وتحديدا في الهند. طبعا عارفين الهنود بيحبوا التعابين قد إيه، وده السبب إن التعبان ده بيقتل منهم ناس كتير جدا. وبالرغم من إنه خجول جدا ومش ميال للهجوم، إلا إن السبب في إنه من أكتر 4 أفاعي بتهاجم البشر هو إن السم بتاعه ملوش علاج، حتى لو أخدت مضاد ليه هتموت برضه. والسبب في تسميته بالقرطاط الأسود هو إن الأجزاء السوداء في جسمه بتطلع بريق أزرق لو تعرضت للضوء. بالرغم من وجود 3 فصائل للنوع ده تحديدا من الأفاعي، إلا إن الساحلي يعتبر الأخطر ما بينهم بسبب طبيعته الشرسة، واللي بيتواجد على جزيرة بابوا غينيا الجديدة. ودي تعتبر تالت أخطر أفعى في العالم بسبب إن سمها مش سم واحد، دول نوعين من السموم. واحد فيهم بيهاجم الجهاز العصبي والرئتين والقلب والحجاب الحاجز، والتاني بيهاجم الخلايا الجسدية ويدمرها. الأسوأ من كده بقى إنه مش بيعض مرة واحدة، ده بيعض أكتر من مرة علشان يتأكد إن الفريسة دي مش هتعيش. تعتبر الأفعى المجلجلة واحدة من أخطر وأكبر الأفاعي في أمريكا الشمالية كلها، وغالبا هما بيبقوا موجودين في سواحل فلوريدا. المشكلة هنا بقى إن الأفعى دي بتكون عصبية جدا، وتعتبر أسهل أفعى في العالم ممكن تستفزها، ولكن هي بتديك إنذار بإنك بتستفزها عن طريق الجرس اللي موجود في رجلها. وخطورتها إن نسبة النجاة من سمها هي 10% فقط، لأن سمها تقيل جدا ككثافة ولزوجة، يعني نقطة واحدة منه تعادل مئات النقط من أي سم تاني. المامبا السوداء بقى هي أسرع أنواع الأفاعي على وجه الأرض، حتى لو شفتها ما تحاولش تجري منها، لأن سرعتها بتوصل ل20 كيلو متر في الساعة، يعني محتاج تبقى محمد صلاح عشان تعرف تهرب منها. المشكلة الكبرى هي إن الأفعى دي مش سريعة في الحركة بس، ده سريعة في الهجوم كمان. زائد إن الأفعى دي قدرتها على إنتاج السم بتكون رزينة جدا، يعني بتحدد كمية السم المناسب حسب حجم الفريسة. زائد إن سمها يعتبر الأخطر من بين كل السموم العصبية، طولها تقريبا بيوصل ل4 متر، وموجودة في غابات السافانا، وهي تعتبر أخطر كائن بيعيش هناك. والمشكلة الأكبر إن قبل اختراع مضاد للسم ده كانت نسبة الوفاة بتاعتها 100%، ولكن حتى بعد الاكتشاف لو ما تعالجش المصاب خلال 20 دقيقة كحد أقصى هيموت بلا شك. قبل الختام حابين نعرفكم اسم القناتين الأفضل بالنسبة لنا في الوطن العربي في تقديم معلومات عن التعابين. الأولى هي ابن بلدنا الجدع المحترم الطيب الحاج صلاح مهدي عبد العاطي طلبة، صاحب قناة أفريكانو طلبة، وده راجل شغال في مجال صيد الأفاعي هو وعيلته من أكتر من 200 سنة تقريبا. ولو شايف الفيديو ده أحب أوجه له تحياتي أنا وكل تيم القناة عندي، على إنه بيقدم محتوى لذيذ ومبسط يقدر يفهم بيه كل الفئات. والقناة التانية واللي ما اعتقدش ان حد فيكم ما يعرفهاش هي قناة موكلي فلسطين جمال العمواسي. الراجل ده انا بتابعه تقريبا من يمكن اكتر من 10 سنين، واستفدت منه في امور كتيرة جدا. وبالمناسبة اغلب الكلام اللي اتقال عن الافاعي في الحلقة دي كانت من قناته هو والحاج صلاح، واللي اتمنى انه يشوف قناتي لاني بعزه جدا على المستوى الشخصي، وبحبه وبحترمه جدا، وبحترم قدرته العالية على التعامل مع الافاعي. وبحب جدا انه قلبه ميت وفي نفس الوقت رحيم مع الحيوانات، وربنا يرفع عنهم البلاء جميعا بإذن الله. بكده نكون عرفناكم كل حاجة عن التعابين السامة في مصر وعن أخطر التعابين اللي موجودة في العالم، وربنا يبعد عنا شر تعابين الإنس وشر تعابين الحيوانات كمان. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم المفاتيح الجاية. اكتبوا لنا في الكومنتات هل حابين المرة الجاية يكون عن العلوم ولا عن الرعب ولا عن التاريخ. نشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.